الموضوع بالظبط بدأ وانا شغال صاله زي ما تقول كده عندي 6 سنين. بعد ال6 سنين قعدت شغال مع واحد مش مع والدي، ان ابويا برضه في نفس الموضوع. فما كانش يحب حد يشتغل معاه مننا، ما بيحبش حد يتبهدل عامه. فاشتغلت بره كوافير وانا 6 سنين لحد ما تميت 14 سنه. بعد ال 14 سنه دخلت معهد فني تجميل، خدتها دراسه الاول. بس خلصت مده الدراسه ونزلت هنا مع والدي. كنت اصغر كوافير في كاسر زينب كلها، كان عندي 16 سنه. وبقى لي اسم وائل الدين وانا عندي 17 سنه. بتعامل مع لعيبه عامه، كان اولهم شهاب، كان سنه 2009. وبقالي بقى اكتر من 7 سنين مع لعيبه الاهلي. بعد كده جه طبعا منتخب الشباب، المعسكرات بقى كلها. مفيش لعيب بقى من اول الجون لحد المهاجمين كلها، الفرقه كلها بتاعت منتخب الشباب. كان اول يوم ليا اروح معسكر اهلي، كانت حاجه بالنسبه لي كبيره جدا. وكان اول لعيب احلق له بعد شهاب كان حسام عاشور، ده بقى حبيب قلبي. فهو كان مطول شعره، فاتعملت له قصه غريبه، كان اول مره يعمل حاجه زي كده. يعني الشهاب طبعا كان ليه الفضل الاول والاخير بعد ربنا طبعا. فعاشور بدا يزودني، ما بقاش يقلل مني، يقول لهم ده كويس. لدرجه ان انا كان بسببه طبعا بركات، كان وقتها برضه قعدت اوصله مره واتنين. احمد حسن، الناس الكبيره، ابو تريكه انا عرضت عليه ان اعمل له لوك جديد، بس هو طبعا عارض خالص الموضوع، قال لي لا. هو راجل ملتزم جدا، ملوش ان هو يعمل لوكات زي اللعيبه الموجوده حاليا. معظم لعيبه الاهلي بيبقى في المعسكرات بيبقى عنده استعداد ان هو وائل جاي، لا بيستعد ان هو ممكن يعمل لوكايه قبل الماتش دي دايما. يعني دايما عاشور، وليد سليمان، سعد سمير، تريزيجيه، صبحي، بامبو. يعني في ساعات هم بيختاروا من القصات، وانا ساعات انا بنفذ من دماغي، والحمد لله بتعجبهم جدا يعني. كان شهاب، كان دايما طلباته غريبه شويه في القصات. يعني مره عملت له نص دقن ونص دقن، يعني نص خفيفه ونص تقيله، ونص دماغ تقيله ونص دماغ خفيفه. قبل ما يعملها كان رامز جلال. ده كان اغرب حاجه من شهاب. ابراهيم سعيد من اللعيبه اللي نفسي اتعامل معاهم، ان هو دايما متشاف، حتى لو ما بيلعبش كوره بس متشاف. الناس كلها عينها عليه، على تويتر، على الفيس، على الانستجرام، ده كله موجود. انا نفسي اعمل لابراهيم سعيد برضه من ضمن اللعيبه المجانين، نفسي اعمل لهم لوكايه. حلقت المرتين لمحمد صلاح في التجمعات بتاعت منتخب مصر عالميا بامنيات حياتي. هي مره واحده حلقت الكاس. نفسي بامانه انا ممكن اطور نفسي وانا في مكاني وانا واقف شغال. وعن طريق طبعا الصور بتاعت اللعيبه بتاعت بره، مشاهير بره وممثلين بره، لازم اتابع الحاجات دي كلها.